فيلمنا بيبدأ في أوضة طفل أهله بينيموه يطفوا النور عليه ويسيبوه، لكنه بيصحى لما بيسمع صوت باب الدولاب بيزيق وبيشوف حاجة غريبة كده خارجة منه، وبنشوف برضه ان تحت السرير بتاعه في عفريت مستخبي، وبيطلع الوحش اللي مستخبي تحت السرير عشان يخوف الطفل، فالطفل بيصرخ وسبحان الله الوحش هو اللي بيخاف، والنور بيشتغل وناس بتظهر وبنكتشف ان دي شركة لتدريب المخوفتية. طبعا كلكم عرفتوا الفيلم شركة المرعبين المحدودة، ودي النسخة المدبلجة منه. وتخيلوا ان الوحش ده كان اسمه فتحي، وفتحي كان غلطان في انه دخل وساب الباب مفتوح، وسيبان الباب مفتوح ممكن يدخل طفل، ودي اكتر حاجة بيخاف منها المخوفتية لان الاطفال خطر عليهم. وكده بنعرف ان الاطفال في عالم والمخوفتية في عالم منفصل عنهم، بس المخوفتية بيروحوا لعالم الاطفال من خلال البيبان. اما ده بقى مستر عنكبوت، وهو مدير شركة المرعبين المحدودة اللي قايمة على انها بتجمع الطاقة للمدينة اللي هم عايشين فيها من صريخ الاطفال. وتعالوا بقى نتعرف على شلبي وصاحبه كرسي البابا مارد وشوشني. وشلبي هو واحد من انجح المخوفتية في شركة المرعبين المحدودة، وبنعرف ان في ازمة في الطاقة في المدينة بتاعتهم، وده معناه ان هم محتاجين يخوفوا اطفال اكتر بكتير عشان يجمعوا كمان طاقة اكتر. ونيجي بقى لقصة الحب الملتهبة ما بين كورتي البابا وسالي اللي شغالة في الريسبشن في الشركة، وهو بيعزمها على العشاء بالليل في مطعم مشهور جدا. وبنشوف ان الشركة كلها عبارة عن بيبان، والبيبان دي زي بوابات بتدخلهم لأوض الأطفال اللي المفروض ان المخوفتية يخوفوهم. وفي منافسة شديدة ما بين شلبي وأندل مين فيهم هيحقق أعلى سكور في تخويف الأطفال، بس دايما شلبي هو اللي بيكسب. وفي اخر اليوم بيجهز كورتي البعبع نفسه علشان يروح مقابلته مع سالي، لكن مدام روز بتفكره ان لسه في ورقه هو ما خلصوش، فبيتطوع شلبي ان هو يساعده في الموضوع ده علشان هو يروح السهره بتاعته. ولما بيروح شلبي علشان يخلص الورق بيلاقي لسه في باب موجود مكانه، ولما بيفتحه وبيدخل بيلاقي قدامه طفله صغيره، فبيتفزع جدا وبيخاف، وكل ما يحاول يمسكها ويدخلها اوضتها ترجع تخرج تاني وتمسك فيه. وبنعرف ان اندل هو اللي بيستخدم الابواب دي بعد ما كل الناس تمشي علشان يزود السكور بتاعه، بيغش يعني. وبيحط شلبي البنت في شنطة علشان يقدر يرجعها لأوضتها تاني، لكن بيلاقي أندل موجود في المكان وبيرجع الباب مكانه من تاني، فما بيقدرش شلبي انه يرجع البنت لأوضتها. نروح بقى للسهرة الشعرية ما بين كورتي البعبع وسالي، وهما الاتنين قاعدين مع بعض في لحظة رومانسية بيدخل عليهم شلبي بوظ لهم ليلتهم. وفي الوقت اللي هو بيحاول يحكي لكورتي البعبع عن اللي حصل معاه بتطلع البنت من الشنطة والوحوش بتشوفها والدنيا بتتقلب، والموضوع بينتشر في الصحافة والإعلام، وبيضطروا ياخدوها معاهم على البيت علشان يخبوها، وبيحاولوا ينيموها لكن هي بتفضل خايفة ان أندل يخرج لها من الدولاب لأنه المخوفاتي بتاعها، بس شلبي بيطمنها لحد ما بتنام. بيتكلم هو وكورتي البعبع هيعملوا ايه علشان يخلصوا منها، فبيلاقوا ان الحل ان هما يلبسوها لبس مخوفتية صغيرة وياخدوها معاهم الشركة. بس اول ما بيدخلوا الشركة بيلاقوا في كل مكان قوات مكافحة الاطفال، والبنت بتخبط في رجل ابو عنكبوت، بس هو بيقوله ان دي قريبته وانها بنت خالته. وبتخاف البنت اول ما بتشوف اندل، فبيستخبوا كلهم في الحمام وبيسمعوه وهو بيتكلم مع المساعد بتاعه ان هو خاطف بنت حقيقيه عشان يخوفها علشان يزود السكور بتاعه. ويروحوا علشان يرجعوها لاوضتها لكنهم ما بيلاقوش الباب اصلا، وبيختار لها شلبي اسمه وبيسميها بو، بس بو بتضيع منهم. وبيفضل اندل يدور على بو في كل مكان، بس ما بيبقاش عايز حد يعرف انه كان خاطف بنت حقيقيه. بس المفاجاه بقى انه بيشوف صوره كورتي البعبع في الصوره اللي اتلقطت لبو وانتشرت في كل الصحف، وبيبدأ يهدد كورتي البعبع ويحاول يوقعه في الكلام علشان يعرف مكان بو. وفي الوقت ده بيلاقي شلبي بو فعلا وبيحضنها وبيكون فعلا خايف عليها، وبيلاقوا الباب بتاعها موجود مكانه، فبيقول له كورتي البعبع ان هما لازم يرجعوها لأوضتها من تاني. بس في الحقيقة ده بيكون فخ عامله أندل، وأول ما كورتي البعبع بيدخل الأوضة بيخطفوا على أساس ان هو البنت. وفي الوقت اللي بيحاول فيه شلبي يلاقي مارد وشوشني بتفتح بو باب سري وبيودي على ممر، ولما بينزلوا بيلاقوا أندل خاطف مارد وشوشني ومكتفه في الكرسي وعمال يستجوبه ويسأله عن بو، وبيحاول يعذبه بالجهاز اسمه شفاط السرير. بس شلبي بيتدخل وبيقطع الكهرباء وبينقذ مارد وشوشني وبيحط مكانه مساعد أندل، وبيجروا هما الاتنين على أستاذ أبو عنكبوت علشان يحكوله على اللي حصل وازاي أندل بيخطف أطفال حقيقيين علشان يخوفهم، فبيقول لهم انه هياخد البنت ويرجعها لأوضتها. لكن الحقيقة ان أستاذ أبو عنكبوت عارف كل ده ومتعاون مع أندل أصلا، وبدل ما يرجعوا البنت لأوضتها بينفوا شلبي وكورتي البعبع لمكان كله تلج. بيقابلوا هناك مخوفاتي كان هو كمان اتنفى المكان ده، وبيحكي لهم ان في مدينة وموجود فيها اطفال، فبيفكر شلبي انه يقدر يروح للمدينة دي ويدخل من اي بوابة تدخله تاني على شركة المرعبين المحدودة علشان ينقذ بو. لكن كورتي البابا ما بيبقاش عاجباه الخطة دي لانه متضايق اصلا ان شلبي اتعلق بالبنت اللي هي اصلا سبب في نفيهم، وبيحط أندل بو على جهاز شفاط السرير اللي بنعرف ان هو بيشفط كل صريخ الاطفال علشان يجمع طاقة. وبيكون أستاذ أبو عنكبوت متضايق إنه خسر أحسن مخوفاتي عنده في الشركة، لكن بيجي شلبي وبينقذ بو من إيديهم.
وبنلاقي كورتي البعبع الصديق الوفي رجع ورا شلبي علشان يساعده ومرضاش يسيبه لوحده، فبيهربوا هما الاتنين جوه الشركة وبيحاولوا يدوروا على باب بو علشان يرجعوها لأوضتها تاني. وبيلاقوا الباب وبيرجعوا بو لأوضتها، لكن بيروح ورا أستاذ أبو عنكبوت اللي بيقوله أنا هخطف 1000 طفلة ولا إن شركتي تنهار. وفي الوقت ده بتنور الأنوار وبنكتشف إن دي مش أوضة بو ولا حاجة، وإن دي أوضة التدريبات، وإن كل الناس دي سمعت اللي قاله أبو عنكبوت. وبعد كده بياخد شلبي بو علشان يرجعها لأوضتها فعلا، وبتبقى لحظة مؤثرة جدا بعد ما تعلق بيها وحبها. وبتقرر الشركة ان هم يفرموا الباب علشان ما يقدرش شلبي يرجع للأوضة دي تاني ابدا. بيغيروا نشاط الشركة انها بدل ما تخوف الأطفال علشان يجمعوا طاقة بقوا بيضحكوهم علشان يجمعوا نفس الطاقة للمدينة. وبعد ما كان كورتي البعبع هو مساعد شلبي، الآية اتعكست وبقى شلبي هو مساعد كورتي البعبع. وبرغم النجاح اللي حققته الشركة إلا إن شلبي لسه وحشاه أبوه ومفتقد وجودها معاه. وبنشوف كورتي البعبع وبيقوله إنه عامل له مفاجأة، وهو إنه جمع له الباب من تاني، وبتكون آخر قطعة خشب موجودة مع شلبي. وبس كده، اتفرجوا على الفيلم واكتبولي في الكومنتس عجبكم ولا لا، واكتبولي إذا كنتوا حابين نعمل ملخص للجزء التاني، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.